كل ده حصل ولسه ما وصلناش للحظة اللي المحيط الأطلنطي فيها قال أنا جاي. طيب إزاي بقى حصل الانفصال الحقيقي؟ وإزاي بدأ يتكون واحد من أعظم المحيطات في كوكبنا؟ فاكرين لما قلنا من شوية إن القارات كانت بتتخانق وبتبعد عن بعض؟ أهو دلوقتي هنحكي عن اللحظة اللي القارة العملاقة بانجيا قالت فيها كفاية قرب، كل واحد يروح في سكته. وطبعا لما الكلام ده يحصل لازم المحيطات تشتغل شغلها وتبدأ تغطي الفراغ اللي بيتكون. تفكك بانجيا مش بس غير شكل العالم، ده خلق العالم اللي احنا عايشين فيه دلوقتي. بداية من حوالي 180 مليون سنة الجزء اللي اسمه لوراسيا بدأ يبعد أكتر عن جندوانا، وده فتح المجال قدام حاجة عظيمة تحصل، المحيط الأطلنطي. الأتلانتيك أوشن بدأ يتكون. يعني ممكن نقول إن الأطلنطي اتولد نتيجة خناقة أسرية بين قارات كانوا ساكنين مع بعض في بانجيا، وكل واحد فيهم قرر ياخد هدومه ويطلع من البيت. بس هل ده كان انفصال سلس ولا كان في دراما جيولوجية؟ في نظريتين كبار بيدوها على وش بعض في الحتة دي. النظرية الأولى بتقول إن الانقسام كان تدريجي نتيجة ضغط من الحمم تحت الأرض، واللي بدأت تكسر القشرة وتفصلها حتة حتة، وده اللي فتح المجال لتيارات مائية تدخل وبدأت تظهر ملامح المحيط الأطلنطي. أما النظرية التانية فبتقول لا يا جماعة، الحكاية مش كلها تحت الأرض. الحرارة كانت عنصر بس في عوامل تانية زقت القارات بعيد عن بعض، زي وزن التلج وتغيرات في مستوى البحر أو حتى تغيرات في دوران الأرض نفسها.